سلام، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. في الفيديو تاعنا نهار اليوم نديروا وصفه تاع كعك النقاش كما راكم تشوفوا هنايا. شوفوا وصفه بزاف بنينه وسهله، وهذا الكاطو يجيكم يذوب في الفم. تبعوا المراحل ومقادير الوصفه باش تنجحوا فيها. دونك انا ما نطولش عليكم ونروحوا ديريكتومون نبداو في الوصفه تاعنا. الوغ شوفوا واش نسحق هنايا. عندي هنا 500 غرام تاع فرينه مغربله، 250 غرام تاع لا مارغرين بحاره الغرفه، 90 غرام سكر غلاس، عندي لافاني، عندي هنايا باش نطم العجينه تاعي بحليب وما زهر. دوكا هنا شوفوا الحليب، هنا الحليب وزنت 60 غرام، راح نكملها بنفس الكميه تاع ما زهر، يعني 60 غرام حليب 60 غرام ما زهر. نخلطهم هكذا ونطم بيهم العجينه تاعي من بعد. دونك تبعوا المراحل باش تشوفوا. الوغ دوكا هنايا واش ندير. الحاجه الاولى نجي نخلط كامل النواشف مع بعض مع هذيك لا مارغرين. يعني هنا بالنسبه لنا مارغرين تقدروا تستعملوا نصف الكميه مارغرين ونصف تاع سمن، وكيما تقدروا تخدموه تاني بسمن يجيكم بنين. من بعد مور ما نخلط هذاك السكر واللافاني، يعني سكر غلاس لافاني مع لا فارين، نبدا نخلط هكذا نبسس الفرينه تاعي، نبسسها بيان هكذا كيما بكف اليد كيما راكم تشوفوا في الفيديو. نخدمها بهذه الطريقه حتى تتبسس كامل، باش من بعد نجي نلمها كيما راكم تشوفوا. كي نلمها قلنا بهذاك الخليط درنا نصف كميه تاعو حليب والنصف الاخر تاع المزهر. يعني هاد الوصفه صدقوني تجيكم بزاف بنينه هكذا. دوكا نطمها، وكي تكونوا ديروا كي تلموها ما ديروش كامل الكميه مع بعض، باسكو بالك تكون الفرينه تاعكم ما تشربش ولا هاد الامور. دونك يقعد لكم شويه، ولا تقدروا ما تزيدوا لها شويه ما زهر يكون خاصها. وشنو جينيرالمون تجيكم تقعد لكم شويه هاد الخليط تاع الماء تاع الحليب عفوا والمزهر. الوغ نخلط وشوفوا من بعدا وين كيفاش نحبس. هذا هو القوام تاع العجينه اللي نسحقها انايا. نغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها تريح لو طون وجد الغرس تاعي. دوكا بالنسبه للغرس، الحاجه الاولى لازم تنقيوه بيان، من بعد تفوروه واحد 10 مينوت. الوغ هنايا انا شوفوا راني نقيته وفورته. شوفوا واش زدت معاه جنجلان، شويه تاع قرفه، وملعقه صغيره تاع لا مارغرين. هنايا تقدروا تزيدوا له ميم قرنفل، يعني هنا على حسب الذوق. نخلط هاد المكونات من بعد نعجنه بالمزهر. وتقدروا يعني كاين اللي يحب يدير خليط تاع الماء والمزهر يعجن به الغرس تاعو. دونك كيما راكم تشوفوا انا هنايا راني نخلط المكونات تاعي قبل، من بعد نبدا نضيف لهم المزهر باش نعجنوه. شوفوا لازم تتحصلوا على الغرس تاعكم يكون طري ويلصق في اليد، يعني هذيك هي لا تيكستور اللي نسحقها باش نحبس كيما راكم تشوفوا هنايا في الفيديو. انا دوك هنايا مور ما وجدت الغرس تاعي، دوك نوزنهم كريات بوزن 18 غرام للوحده. او ميم طون نجيب هذيك العجينه اللي كنت خليتها ريحت، نزيد نوزنها قيس 38 غرام لابول، يعني الكريه الواحده، ونولي لكم. الوغ هنايا دوكا نبدا نوجد في النقاش تاعي. هاي لك عندي الغرس تاعي كيما قلت لكم وزنته 18 غرام ودرتو هكذا تيبودا. عندي العجينه وزنتها 38 غرام. نجيب دوكا بول فيه شويه فرينه، النقاش اللي نخدم به، ودوكا نبدا في تشكيل الكاطو تاعي. الوغ شوفوا نجيب هكذا اون بول تاع العجين. عندكم دوكا طريقتين تاع الخدمه. نحلها الطريقه الاولى كيما راكم تشوفوا، نحلها هكذا كيما مولفين نخدموا المقروط، ونحط في وسطها الغرس ونغلق عليها بيان. نرولي البودان تاعي حتى يجي شويه طويل، يعني ما تطولوش كامل، شويه برك قيس ما ندورو، يعني قيس حبه تاع كعك النقاش. من بعد نلصق الحبه تاعي مليح ونغلقها باش ما تتحليش كي نكون نطيبها. هنايا باش يجوكم كامل قيس واحد، انا شوفوا راني استعملت اون دوي باش نشد بها القيس كيما راكم تشوفوا. الوغ دوكا باش نجي ننقشها، انا هنايا نغطسها قبل هكذا في الفرينه باش تجي شويه ناشفه من الفوق، من بعد ننقشها تجيني سهله كي ننقشها. هنا دوكا شوفوا انا بديت ننقش الحبه تاعي كامل من سور لي كوتي، يعني كيما راكم تشوفوا نقشتها كاع باش من بعد نبدا نطلع للفوق. يعني تقدروا ديروا بهذه الطريقه وتقدروا تخدموها، يعني كي تبداوها من تحت حتى للفوق حتى تكملوها باش تزيدوا
باش تزيدوا تكملوا الحبه تاعكم. الوغ شوفوا انا راني نقشتها المره الاولى كامل على لي كوتي ودوكا نبدا نطلع، يعني نتبع هذيك الاولى اللي درتها نزيد ننقشها هكذا من الوسط ونزيد للفوق حتى نكمل كامل الحبه تاعي. يعني كيما راكم تشوفوا طريقه واضحه في الفيديو وسهله، يعني يسوفي برك تبراتيكي وتمشيو فيها يدكم. هاي لك دوكا الحبه تاعي مور ما نقشتها نحي لها لادوي. شوفوا هاي لك كيفاش نتحصل عليها. هاي اللي راني زدت وريت لكم واحده اخرى هنايا راهي تبان لكم بيان في الضوء. شوفوا النقاش تاعكم يجي شباب، يعني حاولوا كي تكونوا تنقشوا فيهم ديروا ما تحلوش النقاش تاعكم مليح باش يجيكم شباب. فوالا هذه هي الطريقه. دوك انا نكمل كامل المقادير اللي عندي كامل هذه الكميه ونعاود ونحطهم يطيبوا. نطيبهم في فرن سخنته من قبل على درجه حراره 160 درجه مده من 15 ل 20 دقيقه. هنا لو طون دي راهم يطيبوا راهي طيب النقاش تاعي. شوفوا راني جبت هنايا مول تاع سيليكون بهذاك الغرس اللي قاعد لي بشويه غرس اللي قاعد لي راني ندير به هكذا دي فاي باش نديكوري بهم. فوالا مور ما طابولي الحبات تاوعي راني نحيهم. شوفوا هنايا هاد اللمسه اختياريه، كاين اللي يحب يدير فوقها سكر كلاص كاين لا. الوغ انا ما درتش على كامل الكميه، درت حبيبات برك رشيتهم هكذا من فوق بشويه سكر كلاص. من بعد وهما سخونين ندير لهم هذيك لا ديكوراسيون اللي وجدتها بالغرس نحطها من الفوق باش يلصق عليهم. بالنسبه للطريقه الدوزيام اللي قلت لكم تاع تشكيل النقاش تاعكم، شدوا هذيك لابول تحلوها بيان تحلوها كامل شويه رقيقه، من بعد تحطوا البوده هذاك تاع الغرس على الكوتي وتروليوها وتغلقوها من بعد تنقشوها. يعني هذه هي طريقه ثاني، طريقه سهله ولكم الاختيار، يعني كل واحد يخدم بالطريقه اللي تساعده. شوفوا هنا الحبات مور ما درت لهم هذوك لي فوي تاع الغرس، شوفوا حبات يجوا شابين. انا من بعد درت لهم في الوسط هكذا حبه قرنفل، يعني هادو قلت لكم لا ديكوراسيون كيما تحبوا كيما تقدروا تخليوهم سامبل، يعني كاع النقاش يجي شباب ميم كي يقعد هكذاك سامبل شباب. هذه لمسه اختياريه. فوالا شوفوا النتيجه اللي نتحصل عليها. وعندكم حاجه في الطياب تاعو لازم مور ما يطيب لكم من التحت تعاودوا تشعلوا له من الفوق باش يدي تحميره كيما راكم تشوفوا يجي بزاف شباب ويذوب في الفم. سورتو البنه بزاف بنين، يعني جربوه وخليوا لي في التعليقات الا عجبتكم هذه الوصفه. الوغ لحقنا نهايه الوصفه تاعنا، ما بقى لي غير نبقيكم على خير ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. وكما العاده ما تنسوش ديروا لي جيم في الفيديو هذه، خليوا لي كومونتير وبارطاجيوها مع اصحابكم وحبابكم، واللي يشوف لاشين تاعي بور لا بروميير فوا يدير لي ابوني.